حبايب قلبي المنشكحين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده وراحه بال يا رب. ربنا يفتحها في وشكم ويرزقكم، ربنا يا رب يبعد عنكم كل شر، ربنا يفتح كل الابواب المقفله في وشكم، ربنا يرزقكم بالسعاده وراحه البال. اهم شيء، اهم من كنوز الدنيا كلها، ربنا يسترها مع اولادكم ويوسع رزق ازواجكم كده. اللهم امين. الهي يا رب ما تتحرموا من عزيز ولا غالي ابدا يا رب. ربنا يفتحها في وشكم ويرزقكم ويجعل لكم في كل خطوه سلام يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. والله لو افتكر كده اسمكم واحد واحد هقعد ادعي لكم كده كلكم واحد واحد، والله بدعي لكم كده بالجمله. الغايبين والحاضرين ربنا يخليكم ما يحرمنيش منكم. بصوا بقى، النهارده الاكله بتاعتنا بسيطه وغير مكلفه كالعاده. ام زياد اكلاتها كلها موفره كالعاده. بصوا بقى يا منشكحين، خليكم معايا. بص معايا هنا ايه؟ صينيه فاضيه، دي من اساس الوجبه بتاعتنا النهارده. بصوا بقى، انا كنت جايبه من المشتريات بتاعه السوق نص كيلو سردين، ولا جبت سمك ولا جبت فراخ ولا جبت لحمه ولا جبت اي حاجه، انا ما جبتش غير نص كيلو سردين. فهبدا بالوجبات بتاعه الاسبوع. لسه بقى ان شاء الله وجبات الاسبوع الثانيه كلها ان شاء الله الاسبوع ده هتبقى اقتصاديه. تمام. بصوا بقى، في واحده كتبت لي في التعليقات قالت لي يا ام زاد طب ما انت عندك من بقيه الفرخه 3 وجبات، عملت وجبتين بقى عندك 3 وجبات. بصراحه يعني اقنعتني جدا ان هي مركزه في الفيديوهات، وان هي يعني بتتابع بصدق. فاهمين قصدي؟ انها ركزت ان انا لسه بقى عندي وجبات من الفرخ. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي ويخليكم ليا كلكم، ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. بصوا بقى، انا عندي وجبات فراخ من عندي وجبات من بقيه الفرخه، انا عملت منها وجبتين بقى عندي 3 وجبات. بس انا يا جماعه مش هعملهم الاسبوع ده، انا هخليهم. ليه بقى؟ انا ما جبتش الاسبوع ده صراحه فراخ ولا لحمه. تمام كده. ليه؟ انا الظروف معايا الاسبوع ده ضيقه شويه، الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب. جوزي ما بعتليش غير 300 جنيه وهمشي الدنيا بيهم، وربنا هيبارك لي باذن الله. ليه؟ عشان طول ما انت راضيه ربنا اكيد هيبارك لك وهيكرمك يا ست الكل. اهم شيء الرضا زي ما اتفقنا في كل حاجه. تمام كده. طب ليه يا موزيك مش هتعمليهم؟ لان انا في اخواتي بيتفرجوا عليا كتير، اخواتي يعني المتابعين بيتفرجوا عليا كتير، وفي ناس يا جماعه ظروفها ما تسمحش انها تجيب كيلو حتى جناحه. فمش كل لما يخشوا يتفرجوا على القناه عندي يلاقوا جناحه، يلاقوا مثلا فراخ، يلاقوا بانيه، يلاقوا كفته، يلاقوا الكلام ده. لا، انا مش عايزه اعمل كده. انا عايزه اعمل اكلات اقتصاديه بدون فراخ ولحوم خالص، عشان حبايبنا برضو نراعي ظروف اخواتنا يا جماعه. فاهمين قصدي؟ نراعي ظروفهم شويه. بصوا بقى، انا بقى معايا نص كيلو سردين جايباه ب 40 جنيه، فعشان تخليه يكتر ويكفي معاكي هقطع تحته بصلتين حلوين، وهعمل معاه كمان شرايح بطاطس. عايزه اقول لكم تعمليها كده، وجنبها بقى وعليها بقى قرنين فلفل وفصين توم، وتعمليها في الصينيه كده، سردين في الصينيه بالبطاطس. عايزه اقول لك بيبقى طعمه خيال. يعني الوجبه دي ب 40 جنيه، عايزه تاكلي بقى جنبها عيش، يعني غدانا النهارده واقف ب 40 جنيه. عايزه تاكلي جنبه عيش بقى ومخلل، عايزه تاكلي جنبه شويه رز وطبق سلطه، زي ما تحبي. بس انا صراحه بقى عندي شويه رز من امبارح، فانا مش هعمل رز ولا اي حاجه، هو بقى عندي رز من امبارح والحمد لله على كده. تمام كده. قطعت البصل زي ما انتم شايفين اهو، هقطع بقى شرايح بطاطس اهي زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم بتبقى اكله تحفه، اطعم من السمك واطعم من اي حاجه، وربنا يديمها عليا وعليكم نعمه يا رب. اللهم امين. الرجل الاحول. عيني مش شايفه بقى البصل حامي قوي اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. نخرط عليها بقى ونقطع عليها الطماطم والفلفل. بصوا، عايزه اقول لكم بتبقى عظمه. لو انت جايبه نص كيلو بس عشان الظروف اللي احنا فيها وحاسه ان هم مش هيكفوكي، قطعي معاهم شرايح بطاطس وجربيها وادعي لام زياد. ادعي لام زياد. عايزاكي بقى تدعي لي دعوه حلوه كده اهو. نعمل بقى كمان الطماطم، قطعها زي ما انت عايزه بقى، عايزاها شرايح، عايزاها قطع صغيره، زي ما انت حابه اعملي، مفيش اي مشكله اهو. نقطع كمان قرن الفلفل. انا جايباه من السوق بقى، فانا مش عارفه اذا كان حامي ولا بارد بصراحه. نجهز احلى صينيه سردين بالبطاطس كده، او بطاطس بالسردين، اي حاجه. بس عايزه اقول لكم يا جماعه بتبقى عظمه. تحط لها بقى التوابل بتاعتها وترش عليها شويه زيت كده من فوق، هوريها لكم في الاخر. بتبقى عظمه. اكله بسيطه ومش مكلفه. ام زاد دايما بتجيلكم بالاكلات البسيطه المش مكلفه، عشان ايه؟ نراعي شعور بعض كده كلنا يا جماعه في الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي.
اهم حاجه بقى تشتركوا في القناه لاختكم ام زياد وتحطوا اللايك كده، ربنا يبارك لكم يا رب ويجعل دايما الفرحه في وشكم كده، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لك ان صينيه البطاطس دي بتتاكل احسن من السردين كمان، والله العظيم زي ما بقول لكم بتاكليها. شفت لما بتعملي صينيه بطاطس بالفراخ هو نفس النظام كده، بتبقى تحفه عظمه كده والله العظيم زي ما بقول لكم. اهي نحطه بقى على الوش كده اهو. عايزه اقول لك بقى بصوا، انا المفروض ان انا اعمل، ما عملتش دقه بصراحه، انا ما عملتش دقه، انا هرش بس ملح كده اهوت. المفروض كنت انا اعمل دقه، بس انا صراحه عامله الاكل متاخر ومفيش وقت، وحبه كمون وحبه ملح وحبه كزبره كده اهو. وابداي بقى ان انت ايه قلبي كله في بعضه كده. المفروض كنت انا اعمل دقه بالثوم، استنوا في توم كمان ما خرطتوش اهو. انتوا شايفين كده اهو. انا هقلبه كله في بعضه كده وارجع بقى ايه احط السردين فوق الوش من تاني، اخلطه كله في بعضه وارص السردين على الوش من تاني. عليكم لا، وانا قلت لكم ان انا بحبكم، ما قلتش ده انا بموت فيكم، ده انا منشكحه بيكم احلى انشكاح في الدنيا كلها. بصوا بقى بصوا بقى بصوا بقى الحلاوه والجمال والطعامه واللذاذه. يا سلام يا سلام يا سلام يا بنتي يا ام زياد لما تحبي تبدعي كده. يا سلام، شويه زيت بقى، ولا تقولي لي بقى هياخد زيت في القليه ولا مش عارفه ايه ولا كني ولا مني ولا اي حاجه. اهو ترش عليها التوابل الحلوه بتاعتك. لو عملتها بقى دقه بقرنين فلفل بفصين توم بملح بكمون، دقه واديهم كانك هتحشي سمك وتدعكيهم بهم. يا سلام يا سلام. بس انا مستعجله بقى، يلا اكله المستعجلين اهي. احلى صينيه، بصوا نص كيلو سردين ب 40 جنيه بس. بصوا زادت ازاي عشان عملنا بقى تحتها بطاطس وبصل وطماطم وفلفل، فزودت الكميه اهي. تكفي بقى 4 ولا 5 افراد ولا ما تكفيش، وكل ده ب 40 جنيه اهو. تمام كده، نعلق عليها بقى ونرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه امارات. استنوني ما تروحوش في اي حته، اياكم تروحوا في اي حته. بقى حبايب قلبي دوت الرز ده كان عندي من امبارح، هو رز معمر فده بقيته، انا قلت اسخنه وخلاص واعمل جنبه حاجه بسيطه كده اهو. بصوا والله عايزه اقول لكم ان البطاطس تاكليها، بصوا منظر البطاطس، بصوا عايزه اقول لك ان انت تاكلي البطاطس اطعم من السردين نفسه. جربي بس لو عندك نص كيلو سردين وهو مش هيكفيكي، مثلا لو انت 4 أو 5 افراد، جربي كده اهوت. جربي اعمليه في الصينيه وتحته بطاطس زي ما وريتك كده، والله العظيم عايزه اقول لك طعمها تحفه، احسن من البطاطس اللي انت بتعمليها في الفراخ، اللي انت بتعملي عليها فراخ. جربيها بالطريقه كده اهو باذن الله تكفيكي وهتشبعك. في ظل الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي لازم يا جماعه نمشي الدنيا ونعمل كده. لو انت جايبه سردين حاسه ان هو مش هيكفي مثلا او قليل، اعملي جنبه صينيه بطاطس بالبصل كده اهو، بالفلفل بالخضار كده اهو، ولو عندك عود خضار كمان اعمليها. عايزه اقول لك بتبقى تحفه والله العظيم، بتبقى جميله. انا عن نفسي بحبها ناشفه كده، ما بحبش في قلبها ميه خالص، بحبها ناشفه كده. وماكلها جنب الرز بقى، ويا سلام لو شويه جرجير بقى ولا طبق سلطه. انا ما عملتش سلطه، انا استكفيت بكده والحمد لله على كده وخلاص. وبالف هنا وشفا على قلبكم يا رب، واشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.